يا مرحبا مرحبا بكل متتبعي إذاعة الصيف الجهوية 94 ميجا هرتز. أنا الوهيبة، جئتكم ومعي أصدقاء الطفولة شرشة و شيكو، ونحن دائما نقدم رسائل ترضوية توعوية لفائدة الصغار والكبار. وما هو موضوعنا لنهار اليوم؟ سنقدم نصائح لتفادي حرائق الغازات. نعم، بما أننا في فصل الصيف وكل الأطفال تذهب مع عائلتها إلى الغابات للتنزه، ما هي أولى النصائح؟ يجب على العائلة يا شارشا ويا المتابعين الكرام أن تختار مكانا مفتوحا في الغابة وتبتعد عن المكان الذي توجد فيه أشجار كثيفة. نعم، يعني الابتعاد عن الأشجار الكثيفة والأماكن المغلقة التي إذا شب فيها حريق يصعب عليهم الهروب. وكذلك ما هي ثاني النصائح؟ يجب على كل العائلات إخماد النيران عند إشعالها، يعني أن لا نخرج من الغابة قبل التأكد من أن الحريق قد تم إطفاءه. لا مانع من إقامة الشواء أو إشعال النار، لكن يجب علينا إطفاؤها. وأيضا يجب علينا أن لا نرمي الأوساخ وقارورات البلاستيك والقارورات الزجاجية. يعني على الأطفال أن يرموا القارورات أو قارورات البلاستيك في المكان المخصص لها، ثم سيأتي أصحاب الاختصاص لإعادة تدويرها. جيد جدا. وماذا أيضا؟ أنا دائما أقول لأبي أن يطفي سيجارته عندما نكون في الغابة. نعم، يجب عدم إشعال السجائر في الغابات أو التأكد من إطفائها. نعم، يعني سيجارة واحدة كفيلة بإشعال غابة كاملة، وإشعال غابة كاملة بإمكانها أن تشعل بلدا كامل، وإذا اشتعل البلد كامل كان كفيلا بموت الكثير من الأبرياء، وهذا ما لا نريده. وما هي الحلول التي تقدمونها للتمتع بغطاء نباتي سليم؟ يجب أن يشارك كل الأطفال في الحملات التوعوية التحسيسية حول مخاطر إشعال النار في الغابات، وكذلك يجب أن يشاركوا في عملية التشجير. عملية التشجير مهمة جدا لزرع الوعي في الطفل بأنه ذلك التشجير سيعطيه بيئة سليمة، وإذا أعطاه غطاء نباتي سليم أعطينا لأنفسنا تنفس سليم، وأعطينا أيضا لأنفسنا هواء نظيف، وأعطينا أيضا لأنفسنا تربة جيدة يحيا فيها نشء سليم، يترعرع في بلاد سليمة نظيفة. وإذا نشأ النشء السليم تطورت البلاد نحو الأفضل. إذا الله يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. تمتعوا يا أطفال بالعطلة الصيفية بهواء نظيف، عطلة مريحة إلى الدخول المدرسي إن شاء الله. نعم، إلى اللقاء يا أطفال مع رسالة أخرى أو نصيحة أخرى في حصتكم تعلم مع شرشة شيكو. تعلم مع شرشة وشيكو، الثنائي المرح التعليمي التربوي. إلى اللقاء إلى اللقاء الأسبوع القادم.